اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا شوفوا المقلب اللي حصل معايا النهارده، ما اقولكوش. الميه لسه ما سخنتش. اللي حصل ايه هقول لكم، احكي لكم، مش خبي عليكم. انا صحيت من النوم بدري، صليت وقلت انا مش هنام تاني. طب اعمل ايه؟ لفيت في الشقة شوية، في غسيل نشرته وفي شوية لميتهم وشوية هدوم طبقتهم، وبقيت الف في الشقة المصلحة اللي عايزة تتعمل اعملها. وبعد كده قلت ايه، لا انا هروح البيت التاني اعجن شوية عجين خبز، اعمل عيش خبز علشان خاطر انا هجيب سمك النهارده. ورحت جيت الساعة 6 الصبح، جات وانا بقعد اعجن واعمل العيش الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بس ما لقيتش حد يصورني في الوقت ده، كله نايم. فقلت مش مشكلة، مرة تانية نبقى نعمل ونصور مع بعضينا ونخبز مع بعضينا. فرحت عملت إيه؟ رحت اجيب السمك، لقيت الست بتاع السمك مش هتيجي النهاردة. يا نهار ابيض، وكله في البيت مستني يوم السمك ده. طب اعمل ايه دلوقتي؟ قالت لا، مش هاجي النهارده، هاجي بكره. طب دلوقتي اعمل ايه؟ اكل، مش عايزين ياكلوا بط، مش عايزين ياكلوا مش عارف ايه. طب قلت خلاص انا مش هحتار، رحت طلعت فوق جبت ديك ذبحته ونضفته، وبشرت بصل وطماطم وحشيت الديك وخليته ايه زي الفل بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله عليه اهو. مش هنغلب يعني، ومفيش حاجة هتوقفنا، الموجود ناكله وخلاص. انا هعمل ايه طيب؟ بس بجد يعني كنت جايبه مستعديه وهعمل سمك وعملت العيش الخبز. طب العيش الخبز ده انا هاكل ايه بيه يعني؟ مش عارف اعمل لكم ايه، خضار؟ لا مش عايزين ياكلوا خضار ولا ياكلوا. خلاص اللي يقول ملوخيه ناشفه واللي يقول خلاص اعملي اي حاجه. رحت قلت هو العيش ده مش هينفع غير في الملوخيه، مفيش اخضر دلوقتي وانا مش بحب اخزنها. رحت قلت انا هعمل ملوخيه ناشفه بتبقى زي العسل وطعمها حلو. قولوا لي رايكم ايه بقى، انا كده صح ولا غلط؟ بس كله زعل وكان عايز سمك. نحط شويه بهارات من دي، حاجه بسيطه كده. وحطينا بصلايه وهحط قطعه طماطم ونشوف هنعمل ايه تاني. الفراخ ما تستوي، هي خلاص داخله على سوا اهو. هنعمل مع بعض نص كيلو مكرونه. قطعة سمنة صغيرة ومعلقتين زيت، ونبدأ نحمر فيه. المكرونة بالشكل ده هنزل عليها، كان عندي عصير طماطم في الفريزر فايض من الطبخ قبل كده، حطيته في كيس وقلت هينفع اي وقت تاني. خدت منه قطعة صغيرة بالشكل ده، وهنشوحها شوية ونزودها الشوربة على طول. بس كده، والفراخ استوت اهي. هنطلعها معاكم. والهدف من قطعة الطماطم دي مش عشان تخلي الفراخ ان هي تكون لون المكرونة تكون مثلا ايه حمرا، لا هي مش هتخليها حمرا، بس هتخلي طعمها جميل يعني وحلوة. المكرونة المحمرة دي بتبقى حلوة خالص. ادخل الفرخة اللي تحت الشواية 10 دقايق تاخد لون واطلعها على طول. مش كان في بصل او طماطم في الشوربة. بس كده. بس كده، مش هنزودها تاني، هنغطي عليها ونسيبها تغلي شوية ونهدي عليها البوتاجاز. اروح ادخل الفرخة الفرن واكرم شوية ملوخية ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. رفعت حلة المكرونة على الناحية التانية ووطيت عليها البوتاجاز، وجبت هنا معلقة توم مفروم صغيرة. وبعد كده هنشوحها شوية علشان نعمل الملوخية. على فكرة الملوخية الناشفة دي بتبقى زي العسل، لو مش بتحبوها جربوها هتعجبكم خالص. خلاص، ولا سمك ولا حاجة، زي بعضه. عندنا اليوم كده وخلاص. عايزاكم تجربوا الوصفات بتاعتي، والله الاكل بتاعي بيبقى طعمه جميل وزي العسل والله. جربوه بس كده، جربوا اي وصفة بتاعتي كده تعجبكم خالص. ما ننساش ربع معلقة كزبرة ناشفة.
اهم حاجه الكزبره الناشفه في الملوخيه، سواء كانت خضره او كانت ناشفه تبقى زي العسل. بس كده هننزل عليها عصير طماطم كمان. تنفع بعصير طماطم وممكن ما نحطش، يعني تنفع كده او كده، بس احنا لما نحط لها طماطمايه مبشوره او معصوره بتبقى طعمها جميل خالص وحلوه. الملوخيه الناشفه بس هنسيبها تتسبك شويه، وبعد كده نزودها الشوربه ونرش الملوخيه كده اهي معانا. نزودها الشوربه بسم الله. بس كده احلى طبق ملوخيه ناشفه. شايفين المكرونه ما شاء الله عليها استوت اهي. نقلبها ونشوفها مستويه وحلوه. خلاص هطفي عليها البوتاجاز ونروح نشوف هنعمل ايه تاني. الفراخ من الفرن اهي بالشكل ده، وكمان طلعت مخلل خيار وفلفل وبتاع ده، ايوه وفلفل ولفت. انا عايزاكم تجربوا اللفت على طريقتي هيعجبكم. يا رب اللون اللي انا عايزاه يوصل لكم تكونوا شايفينه، اللون البينك الجميل ده وطعمه تحفه. وشوفوا من فتره والقرنبيط كمان خد لون من اللفت. الخيار ده من فتره حوالي شهر ونص عاملاه معاكم. شوفوا حلو وجميل اهو ومجرمش اهو. جربوا المخلل ده هيعجبكم خالص. شايفين جوز عما يقول لي ايه بقى، انت عماله تحط لنا في مخلل وده وده عشان خاطر تعوضينا السمك، برضه عايزين سمك. طب انا ذنبي ايه؟ طيب انا ده حاضر، الست هتجيب سمك ونعمل ان شاء الله. ملوخيه الشوربه غلت اهي، هننزل فيها بالملوخيه الناشفه. يا دوبك تقلب قلبه ونطفي عليها على طول. هي الشوربه بتغلي فمش هنستنى ان الملوخيه تغلي كمان، لا دي غير الخضره في السوا. بس كده قوامها كده جميل وحلو، وعقبال ما اقعد احط الاكل هتكون تجلت كمان تاني. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبتكم الوصفات بتاعتي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.